في قلب سينا وتحت أبرد سماء في مصر حصلت واحدة من أغرب وأبشع الحوادث اللي محدش قدر يفسرها لحد النهاردة. 9 شباب راحوا رحلة مغامرة، واللي رجع منهم رجع جثث متجمدة وشوشهم فيها خوف مش طبيعي. إيه اللي حصل فوق جبل سانت كاترين؟ هل كانت عاصفة ولا كان في حاجة تانية معاهم؟ دي مش مجرد حادثة، ده لغز حقيقي، لغز اسمه قصة يسرى منير وجبل الأرواح. قصة جبارة حصلت في مصر ومحدش اتكلم عنها خالص، واعتقد انك اول مرة تسمع عنها. قصتنا مش جريمة ولكن مغامرة ورعب من نوع تاني خالص. سمعتوا عن جبل الموت في مصر؟ عاوزكم تستمتعوا وتركزوا في القصة دي، ولو عندك كوباية شاي او اي تسالي هاتها وتعالى. قصتنا بتدور سنة 2014 في مصر مع بطل قصتنا يسرى منير. يسرى يا سيدي شابة مصرية شغالة في جمعية خيرية هي واصحابها، وكانوا بيعملوا حملات خيرية وتبرعات كتير جدا، كانوا عاملين فعلا مجهودات جبارة. فيسرى قررت تعمل رحلة ليها هي واصحابها كمكافأة ليهم على التعب والمجهود ده كله، وفعلا قررت تعمل رحلة لجنوب سيناء وبالتحديد لجبال سانت كاترين. وهي اختارت المكان ده علشان محدش من صحابها عمره راحوا، والمكان كان جديد عليها هي كمان، وعرضت فعلا الفكرة بتاعتها على اصحابها والجروب اللي معاها، ووافق على الرحلة دي 11 شخص، وهي يبقوا 12 شخص طالعين الرحلة. للي ما يعرفش سانت كاترين، فهي منطقة موجودة في سينا. منطقة سانت كاترين موجود فيها معالم أثرية وجبال كتير وعالية جدا، واللي بيميز الجبال دي إنها من فوق تلج، جبال تلج من فوق، منطقة فعلا قاسية جدا. وعلشان تطلع الجبال دي وتتحرك في المنطقة دي لازم يكون معاك مرشد. أنا كده عرفتك البيئة اللي هم رايحين ليها، نرجع ليهم بقى تاني. طبعا كل واحد جهز شنطته وجهز حاجته وركبوا الباص اتحرك بيهم بالليل ووصل بيهم الصبح، والكلام ده كان يوم 18 فبراير 2014. المهم يا سيدي وصلوا، ويسرى اتفقت مع 3 مرشدين يطلعوا معاهم، وتقسموا ل3 جروبات، كل جروب 4 أفراد. المهم يا سيدي اتحركوا فعلا وطلعوا الجبل على 3 مجموعات، وهم في البدايه ما كانوش مشوا مسافه طويله. واحد صاحبهم قال لهم انا تعبت جدا، فحاولوا ان هم يقعدوا عشان يشوفوا ايه اللي تعبوا عشان يقدر يكمل معاهم الرحله، ولكن هو ما قدرش يكمل وقال خلاص انا جبت اخري، واطلعوا كملوا انتوا من غيري، انا كده كده هنزل، وكده كده ما مشيناش مسافه طويله. كده عدد الموجودين كام؟ 11، ومعاهم ال3 مرشدين. عايزك تصحصح معايا. المهم يا سيدي كملوا طلوع الجبل، وكانوا ماشيين ورا بعض في خط مستقيم، وفضلوا طالعين لحد ما قطعوا مسافة 2 كيلو. طلعوا مسافة 2 كيلو، ولما وصلوا المسافة دي في 3 منهم وقعوا على الأرض وقالوا خلاص كده شكرا. فالمرشد اللي معاهم قال لهم تعبتوا ايه؟ ده احنا لسه قدامنا مسافة قد اللي طلعناها دي 7-8 مرات كمان. راحوا جايين قايلين له لا طبعا احنا خلاص هنقعد وهننزل. وزي ما قلت لك ان هم كانوا طالعين مع بعض في خط مستقيم، ولما ال3 وقعوا على الأرض اتجمعوا حواليهم عشان يشوفوا هيعملوا ايه. بصوا لبعض كده باستغراب عشان ال3 دول لو هينزلوا مش هيعرفوا ينزلوا، لان انا قلت لك ان هم طلعوا مسافه 2 كيلو. فعلشان كده قرروا ان ينزل معاهم المرشد اللي كان معاهم. كده 3 هينزلوا بالمرشد بتاعهم، كده اتبقى 8 افراد بالمرشدين بتاعهم. كل مرشد خد المجموعه بتاعته وكملوا. المجموعتين انفصلوا عن بعض وخدوا طرق مختلفه، واتفقوا انهم هيتقابلوا في منطقه اسمها وادي زعتر. ووادي زعتر فيه هناك جبل اسمه وادي الدنيا. الجبل ده شكله ما يتوصفش، عشان كده سموه باب الدنيا. فهم اتفقوا انهم هيتقابلوا عند وادي زعتر، وكل مجموعه كملت طريقها ومشوا. وعدى حوالي ساعه وبدات الغيوم تتجمع عليهم. الغيوم اتجمعت بسرعه لدرجه انها غطتهم وهم فوق. فوقتها المرشد بص لهم وقال لهم انا اول مره اشوف الغيوم تتجمع بالسرعه دي، وكده خطر، فيلا نرجع. قالوا له يا عم احنا قربنا خلاص، توكل على الله، كلها نص ساعه وهنوصل. فخلينا نسيب المجموعة دي اللي كان فيها يسرى ونروح للمجموعة التانية. المجموعة التانية كان فيها 4 أفراد بالمرشد بتاعهم زي ما احنا عارفين، ومن ضمن المجموعة دي كان في مخرج اسمه محمد رمضان، مخرج معروف ايامها، وكان طالع معاهم عشان يغير جو. المهم يا سيدي الغيوم جت عليهم وغطتهم هم كمان. فالمخرج محمد رمضان قال لهم اسبقوني انتوا، انا هطلع على التلة دي، هاخد لي كام صوره وانا كده كده هلحقكم. فالمرشد بص له كده وقال له هتلحقنا ازاي؟ انت عمرك ما هتعرف تمشي لوحدك وسط الغيوم دي، انت مش شايف الغيوم عامله ازاي؟ قال لهم روحوا انتوا وانا هاخد الصوره بسرعه واجي وراكم. وفعلا انفصل عنهم وطلع على التله، والغيوم بلعته اختفى. وكملوا في طريقهم وقالوا كده كده هيلحقنا. وفجأة وبدون سابق انذار عاصفة قوية تضربهم، والتلج يغطي كل حاجة، حتى الطريق اللي كانوا جايين منه اختفى. العاصفة كانت شديدة وسريعة لدرجة ان اهل سانت كاترين في اليوم ده قالوا ان هم عمرهم ما شافوا عاصفة بالقوة دي. العاصفة دخلت عليهم وهم فوق، والتلج نزل وغطى الدنيا. ده حتى المرشد اللي معاهم ما كانش عارف الطريق، لان التلج لما نزل غير معالم الجبل تماما. ده كمان طريق العودة المرشد ما كانش عارفه، والتلج بينزل بطريقة مش طبيعية لدرجة ان هو وصل طوله معاهم لنص متر. فالمرشد قال لهم امسكوا في ايد بعض كويس واتجمعوا حوالين بعض لحد ما نشوف هترسى على ايه. المرشد اللي انا بتكلم عنه ده المرشد اللي كان في مجموعة
مجموعة يسرى. على الجانب التاني المجموعة اللي كان فيها محمد رمضان، طبعا محمد رمضان انفصل عنهم، فكان موجود المرشد وثلاثة معاهم. فلما العاصفة ضربت قال لهم احفروا في التلج حفرة واقعدوا فيها وامسكوا في ايد بعض جامد، وفعلا عملوا كده، وقال لهم خليكوا على وضعكم لحد ما اشوف المخرج محمد رمضان فين وهاجي، وسابهم في الحفرة لوحدهم التلاتة وراح جري يدور على المخرج محمد رمضان. كده نقدر نقول ان المجموعة دي اتفككت عن بعضها، والعاصفة بتزيد وتشتد اكتر واكتر، وعدى عليهم فوق حوالي 3 ساعات في عز البرد والتلج. خلي بالك كل ده بكلمك عن جبل في مصر. طيب خلينا نسيب العاصفة ونسيبهم فوق وننزل لتحت. تحت كان مستنيهم صحابهم اللي سابوهم في اول الفيديو، مستنينهم تحت لان كان في ما بينهم ميعاد المفروض يوصلوا فيه، وكمان كان مستنيهم مع اصحابهم رئيس المرشدين اللي كان معاهم. الميعاد اللي المفروض يوصلوا فيه عدى، فرئيس المرشدين ادرك وقتها ان كده في مصيبه. طب خلينا نرجع لفوق الجبل وبالتحديد لفريق يسرى. المرشد اللي معاهم بدا يلاحظ ان الفريق بدا يموت بالبطيء واطرافهم بدات تتجمد، ماسكين في ايدين بعض وقاعدين حوالين بعض والعاصفه حواليهم، وبداوا يتجمدوا حرفيا، وبدا يظهر عليهم علامات الموت وهو ما كانش عارف يعمل لهم حاجه. وبدأوا يبصوا لبعض وأدركوا إن هم في آخر لحظات ليهم. تخيل معايا كده بعد الشر طبعا إنك مكانهم، الموضوع صعب. وبدأوا إن هم يوصوا بعض إن أي حد يفضل عايش فيهم يوصل جثثهم لأهليهم. عاوزك تتخيل الوضع ما بينهم كان عامل إزاي. وعدى عليهم حوالي 9 ساعات، وبعد 9 ساعات كان النهار طلع والعاصفة هديت. فرئيس المرشدين على طول خد مجموعة معاه وطلعوا الجبل عشان يشوفهم، وفضل يمشي ويطلع ويدور هنا وهناك، وكان التلج لسه موجود وما كانش موجود اي اثر او اي علامة. فبيبص كده لقى كومة تلج كبيرة، فبيحفر في الكومة دي لقاهم موجودين، والمجموعة اللي لقاها دي كانت مجموعة يسرى. ولما لقاهم متجمدين في بعض ولازقين في بعض من كتر التلج. وانا بقولك لازقين في بعض مش مجازا، هما كانوا فعلا حرفيا لازقين في بعض من كتر التلج. والمعجزة ان هم كان لسه فيهم النفس والروح. والمرشد اللي معاهم بدأ ان هو يتكلم ويقول لهم الحقونا، وفعلا نضفوا التلج حواليهم وجمع عشان يرفعوهم، لقاهم ان هم متخشبين. طبعا هم مش هينزلوهم. هتقول لي ليه؟ هقولك انهم عمرهم ما يعرفوا يعملوا عملية زي دي، وعلشان كده شالوهم وحطوهم جوه كهف صغير موجود في الجبل، وولعوا ليهم نار وحطوهم حوالين النار، وبدأوا فعلا انهم يفكوا حبة ويفوقوا. طب المجموعة التانية اللي كان فيها المخرج محمد رمضان، المجموعة دي فين؟ خلي بالك انا قلتلك ان المرشد سابهم وراح يدور على المخرج محمد رمضان. 3 اللي كانوا موجودين في الحفرة ماتوا من كتر التلج، ماتوا بالبطيء. ولما جم لقوهم ال3 فعلا ميتين جنب بعض وماسكين في ايدين بعض. كده بقى 2، المرشد اللي كان معاهم والمخرج محمد رمضان. فبدأوا ان هم يدوروا عليهم، ووقتها كانت وصلت الحكومة والجهات الامنية، والدنيا كانت مقلوبة ساعتها. وقتها كانت قضية كبيرة فعلا، وكله كان بيشارك في عملية البحث. في نفس اليوم ده وهم بيدوروا لقوا المرشد ولقوه عايش، لكن بينه وبين الموت شعرة، ولكن المهم انهم لحقوه. كده بقى المخرج محمد رمضان، وفضلوا يدوروا عليه 3 ايام لحد ما لقوه في اليوم الثالث، ولقوه فوق الجبل خالص ممدد وميت متجمد. كده اللي ماتوا 4 واللي عاشوا 4. ال4 اللي عاشوا دخلوا المستشفى وفضلوا فترة كبيرة جدا في العناية المركزة، ولما فاقوا الشرطة بدأت تستجوبهم، وبالذات يسرى، لانهم كانوا متهمين ان هم السبب في اللي حصل. وده لان المرشد حذرهم وقال لهم يلا نرجع، ولكن هم اصروا ان هم يكملوا ويطلعوا. الحادثة دي قلبت مصر وقتها حرفيا، وكانت الدنيا كلها حزينة عليهم، واتعمل عنهم فيلم اسمه باب الدنيا. ولهنا نكون وصلنا لاخر قصتنا. انا عارف ان القصة دي ما فيهاش احداث كتير ومشوقة، بس القصة اللي جاية مفاجأة. بس كده.